ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كويسين. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. النهارده هنعمل مع بعض طريقة عمل الجمبري البانيه زي ما بنشتريه من اكبر المطاعم. هنعرف سر طريقته وازاي يطلع معانا الكفر بتاعه مقرمش وازاي يطلع معانا كريسبي زي الجاهز واحلى كمان. هتعملي اكبر كمية جدا من السندوتشات واحلى ما بتشتريها واوفر بكتير. هتقدري ان انت تعملي بربع كيلو جمبري 10 سندوتشات او بنص كيلو جمبري 20 سندوتش فينو. شايفين ما شاء الله شكل الجمبري؟ اي حجم جمبري بتفضليه صغير او وسط او كبير هتقدري ان انت تستغليه وتعملي احلى سندوتشات جمبري كده كريسبي. شايفين ما شاء الله؟ عندنا ربع كيلو من الجمبري المتقشر او نص كيلو على حسب الكمية وعلى حسب راحتك انت. بعد كده هنغسله كويس جدا بمية وملح، وبعد كده هنحط عليه نص معلقة صغيرة من الفلفل، نص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة. بعد كده هنقلبهم مع بعض ونسيبهم على جنب نص ساعة. عندنا الكفر بتاعنا كوبايتين من الدقيق، نص كوباية من النشا، معلقة صغيرة من كل حاجة، ملح، فلفل، بهارات من الجمبري او بهارات مشكلة، وعندنا معلقة من البابريكا الصغيرة، ومعلقة كبيرة من الشطة، ومعلقة صغيرة من الكركم. هنقلب كده كل المكونات دي مع بعض، وعندنا بيضة هنبدأ اللي احنا نربها كده ونحط فيها الجمبري. بعد كده هنبدأ اللي احنا نشيله بشوكة كده ونصفيه من البيض، ونبدأ اللي احنا نحطه كده في قلب خلطة الدقيق اللي احنا عملناها. بعد كده هنقلبه حوالي 10 قلبات، وبعد كده هنشيله من الدقيق وننفضه كويس جدا. عندنا زيت غزير، طبعا انا عاملة ربع كيلو بس عملت نص الكمية بس زي ما انتوا شايفين. يعني ممكن من ربع كيلو جمبري هتعملي 10 سندوتشات من الفينو، انا عملت نص الكمية بس. بعد كده عندنا زيت يكون سخن او يكون مقدوح كويس، وبعد كده هنبدأ اللي احنا ننزل بالجمبري. مفيش بس على الجنب ده دقيقتين والجنب التاني دقيقتين، وبتاكلي الجمبري في 3 4 دقايق بيكون استوى معاكي. تقدري بقى ان انتي تاكليه كده مع عيش ابيض او عيش فينو، تقدري ان انتي تقدميه مع كاتشب او طحينة اللي بتفضليه وبتحبيه. بجد طعمه رهيب، واستحالة اللي انت تشتريه تاني بالغالي. هتعملي اكبر كمية في البيت واوفر من اللي بتشتريها كمان. شايفين ما شاء الله شكل حجم الجمبري في قلب السندوتش، وقد ايه السندوتش مليان جمبري، وقد ايه طعمه بجد رهيب ما شاء الله، احلى من المطاعم كمان. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشجعوني.